مستر كتكوت. العوافي عليكم يا ولاد اختي. النهارده يوم السوق بتاعنا وده الراعي الرسمي لاكل السمك عموما. البلد عندنا بلا استثناء ريحتها زفر. هاتي بقى ورقتك وقلمك وتعالي ورا اقول لك على طريقه سهله وسريعه وبسيطه تعمل بقى السمك المشوي في الفرن او على البوتاجاز او حتى على ضوء الشمس مع برام رز معمر في مخكم يا عم. ونبدا بالصلاه على الحبيب. نقطع فلفل اصفر واخضر واحمر، نقطعه طرنشات، حلقات، مكعبات، اي حاجه. قطعوا معاهم طماطمتين الحتت الصغيره. ما ننسوش نقطعوا 3 بصلات معاهم. اخر حاجه عود الكزبره نقطعوه كده ونجيب كبتنا وننزلوا فيها بكل اللي قطعناه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي. طبعا ما ننسوش بهاراتنا، فصين ثوم وعصره ليمون، كمان نص ليمونه، شويه بابريكا وشويه كزبره ناشفه وشويه كمون وشويه فلفل اسمر، ونمطرهم بالملح وتوت زيت من عربيه مرسيدس ونطرتين 3 خل. واضرب يا دريب واخلط يا خليط. نجري مرحله غسيل السمك. اغسلوهم كلهم غسلا جيدا. تكنولوجيا. واهم حاجه بقى في السمك المشوي عشان ريحه الزفاره، هتجيبي كده السمكه بتاعتك وتجيبي النخاشيش اللي هي دي وتنزلي كده فيها الماده دي، بس ده عشان سمك نضيف وصابح كان بيتنطط مش هتلاقي فيه حاجه وهتلاقيه نضيف بالشكل ده. وشويه رز فلاحي ينزلوا بيهم في البوله، اغسلهم بالماء النقي ماء الزيت، شويه ميه مبلولين كده وبلي بيهم الرز وافركي بقى وادعكي. اهم حاجه الفرك والدعك عشان الميه دي تنزل منها، ونصفي كده الميه العكره اللي على الرز. بعد بقى ما اتغسل نرجع بيه تاني كده في البرام، وعشان يبقى رز وملح نمطرهم بشويه ملح وشويه لبن من جاموسه حرانه ميته من الحر، وعودين نقشوا ونلوهم في الفرن نحطوهم. عود حطب وشعلها يا مدير. ونحط بقى رزنا في فرن الطين ونقول له روح. الله نعم. يلا بقى نطلعوا البرام عشان نحط السريه بتاعته. نضيف له شويه سمنه بلدي كمان شويه ميه. يلا بقى ونغطوه غطوه كويسه. والسمك بقى كده نردموه نحطوه كده في الرده على الناحيتين، التانيه كده نفس الموضوع لحد ما يبقى بالشكل ده. وبتعملي بقى في الفرن الحاميه هترمي كده شويه رده، لما يتحرقوا معاكي بالشكل ده معناه ان الفرن سخن تمام. تمسكي بقى السمك بتاعك واحده واحده وتقولي لي بسم الله، والثانيه والثالثه الرابعه وتعملهم سر. ردموا كده بقيه السمك، حطوا سمكنا في فرن الطين يا جميل. وهنا بقى السمك رفع ايده ومستسلم. تعالي كده نشوفوه خد وش من تحت ولا لا. اللهم صل على النبي، خد وش. نقلبوه برضه على الناحيه الثانيه عشان يبقى من فوق ومن تحت. لما تلاقيه بقى اسمر بالشكل ده اعرف ان الوش ده استوى. الجزء التاني من الدقه بقى فلفل احمر وثوم وشويه كزبره خضراء، شويه كزبره ناشفه، ونمطرهم بالملح. بصوا بقى السمك طالع من فرن الطينه، الله اكبر عليه، ده مبسوط ومزقطط وفرحان على الاخر. وما عندكيش بقى فرن طينه او اي فرن حتى فرن غاز ما عندكيش، ممكن تعمليه على البوتاجاز بنفس الطريقه. اول حاجه بقى هنجيبوا ميتنا ونجيبوا بقى التوم اللي هو بقشره ده مع الخلطبيطه اللي عملناها وننزله في قلب الميه. والخلطبيطه بقى اللي عملناها في الاول هننزله بنصها. ريحتها تشد القلب يا الله. وناخدها بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت فوق، اديله اديله واديله لحد ما تعملي كله مع بعض. ودوقي بقى وشوفي الملح بتاعه. هنجيبوا بقى السمك بتاعنا وننزلوه في الميه عشان نعلموه العوم من اول وجديد تاني. يا صلاتك يا نبي. اهم حاجه السمك يبقى لسه سخن موحوح، لو برد مش هينفع في الميه دي خالص، او لو برد ممكن انت تسخني الميه وتنزلي فيها بالسمكات بتوعك وتغطسيهم علشان يتعلموا العوم كويس بايديكي كده. ونسيبوهم بقى في التتبيله الروعه دي، ويلا بينا نعمل السلطه. حتى بصوا الحركه دي، وبكده سفرتنا الفلاحي المتواضعه تكون خلص. اتفضلوا معانا. بجد التتبيله دي انا اول مره اعملها بس كانت هي روعه. هتفصصي بقى السمك وتنزلي في التتبيله دي وتاكلي مع شويه سلطه جمال وشويه رز جمال. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك والكومنت والشير، واتمنى لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.